يوم ناري في الدوري الممتاز. كالعادة أخبرنا أقل من دقيقة. الزمالك رجع وبقوة ويفوز على طلائع الجيش ب3 أهداف مقابل هدف واحد، وناصر ماهر بيحرز هدفين من ال3 أهداف، وعدي الدباغ بيحرز الهدف الثالث برأسية رائعة. اللعيبة مركزة والجماهير بتفرح من تاني، وسيراميكا من بعد 90 حاجة تانية. سيراميكا بيقلب الطاولة وبيفوز على بتروجيت 2-1 بعد ما كان متأخر طوال المباراة 1-0. وبيراميدز بيفوز على الاتحاد السكندري 2-1. أما الدراما كلها كانت في ماتش الأهلي مع المصري. الأهلي ضغط من بداية المباراة والآخر ثانية، وبعد دقيقة 90 بتيجي ضربة جزاء للنادي الأهلي لصالح زيزو، بتحتسب لزيزو وزيزو يضيعها بغرابة جدا.